أحلى حاجة في الشتا لما تولعي الفرن وتدفي البيت وتعملي صينية كيكة محترمة تفطروا بيها الصبح أو تتعشوا بيها مع كوباية شاي بلبن أو نسكافيه. حاجة كده بجد عظمة، ويا سلام بقى لو طلعت هشة وخفيفة ومقاديرها كلها متوفرة في كل بيت. النهاردة هنقدم كيكة مع بعض مع صوص مميز جدا، تقدري تقولي عليها نايتي هوهوز من كتر ما هي خفيفة ومقاديرها بسيطة. إن شاء الله متأكدة هتعجبكم. أنا رضوى سراج، لو أول مرة تنوروني يلا نصلي على الرسول ونشوف الطريقة. هنجهز العصارة اليدوية أو الكهربائية، الاتنين ينفعوا، أي حاجة منهم متوفرة عندك استخدميها. هنغسل اليوسفي كويس قوي ونقسم كل واحدة من النص عشان نبدأ نعصره. أفضل طريقة لعصير اليوسفي والبرتقال العصارة، نبعد خالص عن الخلاط لأن فعلا ما حبيتهوش لما استخدمته وعصرت فيه قبل كده اليوستفندي. هنعصر بقى كمية عصير كده حلوة، أنا زودت شوية لأن أنا هقدم صوص مميز جدا ومقاديره بسيطة وسهلة. أقول لكم إن شاء الله مقاديره في نهاية الحلقة. دايما لما بعمل كيكة اليوسفي بقدم معاها الصوص ده. طبعا ده موسم اليوستفندي والبرتقال، لازم نكتر منه سواء بقى هتشربوه او هتاكلوه او ممكن تضيفيه في الكيكات او الكب كيك، بيكون حلو قوي، فيتامين سي وليه قيمه غذائيه. لو حابه تقدميه كعصير اوعي تصفيه، ده نصيحه مني، لان طبعا الالياف كلها في العصير ودي الفايده بتاعته. لكن احنا هنا لازم نصفيه بمصفى ناعمه لان ما ينفعش الطفل ده ينزل نهائي في الكيك او الصوص. انا هنا استخدمت الكوبايه اللي موجوده في اي بيت اللي عيرت بيها مقادير الكيك كلها. خدت كوبايه من عصير اليوستفندي المتصفى، وبعد كده بقى جبت البولة اللي هنعمل فيها الكيك، نزلت بأربع بيضات بدرجة حرارة المطبخ، كوباية من السكر، ومعلقة صغيرة ممسوحة من الفانيليا البودر، بتكون حلوة قوي مع الكيك، ما بحبش السايلة، بتغمق الكيك وبتديله ريحة فاسدة قوي. البودر بيكون حلو قوي، ومعلقة كبيرة من الخل بدون بقى لا خلاط ولا مضرب كهربائي، باليدوي كده على طول لحد ما السكر يدوب. انزلي بمعلقتين كبار من الزبادي برضو بدرجة حرارة المطبخ، وكوباية الا ربع من الزيت بس، او زيت على سمنة او زبدة. انا استخدمت زيت مع معلقة من السمنة البلدي، تديني ريحة وطعم حلو قوي قوي. وبعد كده هننزل بكوبايه من عصير اليوسفي. حابه تعمليها بالبرتقال نفس المقادير، بس هتستبدلي عصير اليوسفي بالبرتقال. هي نفس مقادير الكيكه العاديه يا جماعه، بس احنا بدلنا الحليب بعصير اليوسفي. بنفس الكوبايه عيرت كوبايتين ونص من الدقيق في بوله تانية، معلقتين كبار ممسوحين من النشا، ومعلقه كبيره مليانه من البيكنج باودر. جهزت المنخل وبدات انزل بالدقيق كده على دفعات، مش كله مره واحده. هنبدا بقى نقلب كله في اتجاه واحد عشان تاخد هوا، مش في كذا اتجاه، لحد لما كله يتجانس مع بعض. وبعد كده هننزل بالدفعة التانية من الدقيق. شايفين بقى الخطوات قد ايه بسيطة وسهلة جدا جدا، مبتاخدش وقت نهائي. بعد كده برضو هنقلب، وشعرة الملح اوعى تنسوها تظبط الطعم. قوام الكيك المظبوط، لا هو سايل قوي ولا تقيل زيادة عن اللزوم، القوام المتوسط. الله بقى على ريحتها، كانت الحقيقة تجنن، اللي هيجربها هيدعيلي عليها، خطيرة هشة وجميلة جدا. جهزت بقى القالب، بطنته بالسمنة والدقيق لان هقلبها معاكم وهنقدمها بطريقة مميزة جدا، وكمان هنقطعها بطريقة حلوة. انا الحقيقه جبت القالب مريح شويه مش صغير، لان انا حابه السمك بتاعها هيكون مش عالي. لو انت حابه سمكها هيكون عالي صغري القالب شويه، وهقول لكم ليه لما نيجي نقطعها. هننزل بقى بكميه الخليط كله ونخبط خبطتين عشان نطلع الفراغات اللي فيها، وندخلها فرن سخن على درجه حراره 180 في الرف الاوسط لمده 40 دقيقه. خرجت خلاص من الفرن، شايفين بقى العظمة والجمال واللون الذهبي الخطير. طبعا هي كانت سخنة مولعة، ما ينفعش تتقدم خالص ولا تتقطع عشان ما تفرولش مننا، لكن احنا كنا مستعجلين، ما كناش فطرنا، وكنا الصبح قلت لهم هفطركم كيك وشاي بلبن. قلبتها بقى على اي بقى صينية عندك، سرفيز المتوفر عندك. شايفين بقى النهاية بتاعتها والتسوية، اللون الذهبي الخطير. أحلى حاجة في التسوية الصواني الألمونيوم في الكيك والمخبوزات عن أي صواني تانية، بتوزع الحرارة مظبوط جدا، والطراوة اللي فيها غير طبيعية. بعد كده بتقلبيها بس بشويش خالص لأنها طرية كده بإيدك، وبتجيبي سكينة وبتقسميها من النص. تعالوا بقى نقطعها تقطيعة مختلفة برضو عن التقطعات اللي انتوا بتشوفوها، اللي هي المربعات اللي احنا متعودين عليها. السمك ده بالنسبه لي بيكون مظبوط جدا، ما بحبش اللي اعلى، عشان التقطيعه دي تقطيعه مميزه وهنقدمها بشكل مختلف. هي طبعا كانت مولعه، المفروض كنت استنى عليها، ورغم كده ما فرولتش معايا. شايفين هشه جدا، فلافي جدا، اكنك بتاكلي هوهوز نايتي، رغم ان انا مطعماها بسمنه بلدي. برضو كانت ريحتها فظيعه بسبب السمنه او الزبده عن الزيت. اللي هيجربها بطريقتي دي ويجي يدوقها هيفهم التست كويس قوي. شايفين القلب فاتح مش مكتومه، وهشه جدا جدا وخفيفه روعه. الصوص مقاديره نص كوبايه من عصير اليوسفي متصفى، معلقتين كبار من السكر، ومعلقه صغيره من النشا، تربطيهم في كزرولة،
وبعد كده بتسيبيهم يبردوا وتقدمي احلى صوص يوسفي مع الكيكه دي. حبيت اقدم لكم الكيك بطريقه مختلفه، والصوص ده خطير لازم تجربوها، خفيفه وهشه اكنك بتاكلي نايتي بالظبط. شايفين شكل الكيك والقلب فاتح، والصوص مظبوط جدا جدا. ما تنسوناش بقى في لايك وشير لو الفيديو عجبكم، والاشتراك في قناتي على اليوتيوب اسمه بخراد وسراج. استودعكم في امان الله، والسلام عليكم.